لو نفسك في فراخ طرية وبتدوب في البق كده والريحة تشهي قبل ما تدخل الفرن أصلا، استني بقى شوفي التتبيلة اللي هتخلي الفراخ دي تتاكل قبل ما تلحق حتى تبرد. يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتها ونشوف هنحضرها ازاي. عندي بقى بصل وطماطم وفلفل ألوان، معلقة توم مفروم، معلقتين زيت زيتون. عندي الصوصات سويت شيلاندي صوص ممكن نستغنى عنه لو مش متوفر، ومعلقة دبس رمان ومعلقة صلصة. التوابل بقى ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ وزعتر وقرفة وبابريكا، معلقة من كل حاجة فيهم. والفراخ بقى عندي غسلتها ونقعتها كويس وعملت فيها فتحات كده. بعد كده بقى هجيب خلاط واحط كل المكونات دي مع بعض وهخلطهم في الخلاط، وهنزل بقى بالخليط كله على الفراخ كده واسيبه يتبل حوالي ساعتين لو معايا وقت. ولو حبيت ان انا اسويه في نفس الوقت ممكن برضو نسويه على طول. هغطيه بقى وادخله الفرن بياخد حوالي ساعة. وفي الوقت ده بقى هحضر الرز. حطيت هنا حوالي معلقتين زيت وعليهم بصلاية متقطعة صغير، وعليهم كمان فص ثوم. بعد كده بقى نزلت بالتوابل، عندي ليمون اسود وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل وقرفة. هقلب بقى كله مع بعضه كده. وبعد كده بقى هنزل بالرز وبعد ما غسلته وصفيته كويس قوي. هقلبه شوية كده على النار مع الخليط يشرب كده من التوابل. بعد كده احط عليه مية مغلية بقى تغطي الرز من فوق بس كده، وهسيبه بقى يستوي. وده بعد ما استوى بقى وطلعت الفراخ بقوا مجهزين للتقديم والأكل. مش قادرة أقول لكم ريحتها خطيرة يا جماعة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وأشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.